وانت كإنسانة مش أقل من أي بزنس، بالعكس انت أهم استثمار في حياتك. روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا. عارفة إن أي شركة كبيرة قبل ما بتبتدي تعمل خطوة تحدد مستقبلها بتعمل حاجة اسمها سوات أناليسيس، يعني تحديد نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص اللي قدامها والتهديدات اللي ممكن تهدد مستقبلها. ده اللي بيخليها تعرف هي قوية في إيه، هتطور نفسها من إيه، أو هتاخد بالها من إيه. طب احنا بنعمل التحليل ده للشركات رغم ان الشركات دي اللي بيشغلها بني ادمين، ليه ما نعملش التحليل ده لنفسنا؟ كل واحد مننا عنده احلام وعنده طموحات، عنده نقط ضعف وعنده نقط قوه. لازم كل واحد يقف مع نفسه ويعرف بالظبط هو فين. حددي نقط قوتك، ايه المهارات اللي انت شاطره فيها، ايه نقط القوه اللي الناس بتلجأ لك فيها. حددي نقط ضعفك، ايه العادات اللي بتعطلك، ايه الحاجات اللي انت محتاجه تطوريها الفتره اللي جايه او تحسني منها. الفرص، ايه التجارب اللي قدامك اللي انت ممكن تستفادي منها دلوقتي، سواء كانت تجارب او اشخاص او موارد ممكن تستفادي منها. التهديدات، وهي ايه العقبات اللي ممكن توقفك عن تحقيق حلمك، سواء كانت بيئه سلبيه او اشخاص محبطين او حتى خوف داخلي جواكي. الفكره هنا ان مهما الشركات كبرت بتعمل لنفسها سوات اناليسيس كل فتره علشان تقدر تبقى ناجحه على طول ومكمله. وانت كانسانه مش اقل من اي بزنس، بالعكس انت اهم استثمار في حياتك. ابسط قواعد النجاح انك تعرفي نفسك كويس وتحلليها وتديها نفس الاهميه اللي الشركات بتديها لنجاحها. خليكي ديفا، خليكي ليدي.